يا خرابي على جمالي وطعامتي، يا خرابي على شياكتي وذهباتي، الله عليا. خرابي على الديكور بتاع البت غدير. انتوا شايفين ربع الديكور؟ لا يعني اللقطة اللي جاية ديت امسكوا فيها اعصابكم، عايزاكوا بقى ما تنهروش. انا عايزة النهاردة لايكات وكومنتات تكسر الدنيا. ها اللي مش هيعمل لايك وكومنت هزعل قوي قوي قوي، وانا زعلي وحش، انا زعلي وحش. اسألوا بقى من جربه. ياه بيندم دلوقتي، بيندم على افتقادي، بيندم اللي فكر يغدر بيا، بيندم ولسه هيندم. هو لسه شاف حاجه؟ اسالوه هو مين هو اللي هناك ده اللي قاعد في فرنسا ده. طيب ايه بقى؟ طبعا هتموتوا وتشوفوا بقيه الديكور. الاول انا جايبه لكم البت القمر دي، ايه تشوفوها ويعني تتبسطوا بوشها القمر ده، وشها القمر ده. لكن دلوقتي كلنا هنغمض عينينا، هنغمض عينينا عشان اللقطة اللي جاية دي فيها صدمة، صدمة كبيرة أوي 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 أوي. واصحي يا منطقة، اصحي يا منطقة. والله انتوا من الأخضريقة ده أكيد عرفتوا. أنا ما كنتش عايزة أقول لكم، بس للأسف كده انتوا فهمتوا مين ضيف حلقتنا النهارده. طب خلاص بقى نطلع بقى ونوريكم على الطبيعة. مستعدين؟ أهم بلحمهم بشحمهم. انتوا متخيلين؟ جبتهم لكم اهم. خليكم نفسكم في حاجة أبدا. باشا مصر احنا اسفين لازعاجك، جبناك من المحلة يعني وانت بتجري، انا عارفة انا فاهمة. دلوقتي قدام حضرتك يعني مشروب، اتفضل. ده بيتك ودي قناتك، اتصرف يا معلم. ده احنا واخدين صور كلها عاملينها بوسترات عندنا. يعني اقل حقوقك يا فندم ان احنا نديك مشروب، اقل حقوق ليك عندنا بصراحه. وانت يا ملكه والله برضك استغليناكي الصراحه، صورك ما شاء الله ما شاء الله ماليه القناه برضك. فيعني حضرتك اتفضلي، ما تتكسفوش يا جماعه، ده بيتكم اصلا. انت صاحب قناه يا باشا، وانت يا ملكه صاحبه القناه. طيب معلش يا جماعه لا مؤاخذه، يعني ان وشنا باصص عليكم، يعني احنا ما ينفعش نعمل غير كده. يعني انا وشي ما ينفعش ان انا ابص عليهم، معلش اللوك كده. ممكن بقى بسرعه تشكروا لي غدير في الكومنتات، لان غدير عامله معايا شغل مش عايزه اقول لكم، شغل ابن شغل. اقول لكم بقى اللوك دوت ظروفه كانت ايه. عارفين اللوك دوت كله على بعضيه ده بيت غدير الحقيقي في الاردن على فكرة، مش هزار. يعني نفس الديكورات، نفس الالوانات، نفس كل حاجة. هي بتشتغل بالذكاء الاصطناعي، فجابت بيتها وقعدتني على كنبتها. شفتوا بقى قد ايه بتحبني؟ انتوا شفتوا؟ وجابت لي في المفروض يعني اللقطة اللي انتوا شايفين فيها الاستاذ رضا والاستاذة الملكة، كانت جايبة شخصيتين عزاز على قلبها معايا في الديكور دوت. فانا رحت مفكرة كده في السريع وقلت لها غدورة معلش هتقل عليكي، طالبة منك خدمة. قالت لي قولي يا عينيا. قلت لها بس عايزه الوشوش تتغير، فنحط باشا مصر ونحط الملك. قالت لي من العين دي قبل العين الجوانيه. قلت لها طب يلا بقى اشتغلي. راحت جابت لي بقى اللي انتوا شايفينه ده، ديكور من اروع ما يكون. النهارده عايزه اقول لك يا غدير تفوقتي على نفسك، متشكره متشكره متشكره. يعني من غيرك مش عارفه كنت هعمل ايه بصراحه كده، من غيرك مش عارفه كنت هعمل ايه. طلباتي يا جماعه كاني مع الفانوس السحري، انا ولا يا غديره انا عايزه كده تقول لي عادي. ربنا يخليكي ليا يا غدوره. طب يا جماعه احنا في الكومنت المثبت هننزل قناه غدير، وبعد كده هننزل تليفون لغدير لو اي حد محتاج لوكات. هي يعني مش عايزه اقول لكم ثقه في الله نجاح، ثقه في الله نجاح، بسم الله ما شاء الله عليها. وربنا يوفقك يا غدير وتستاهلي كل خير. وندخل بقى على موضوع حلقتنا النهارده. اعزائي المشاهدين في كل مكان، اعزائي المتابعين ليا الان، معكم قناه اخبار اهرام يوتيوب. اوعوا تنسوا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وتعالوا بينا نشوف الملكه ونشوف باشا مصر. طلباتكم اوامر يا فندم، حضراتكم عايزين اي حاجه، مشروبات تلاقوا، فاكهه تلاقوا، غدا تلاقوا، ما عندناش اي مشكله. فالنهارده بقى تعالوا بينا هنسمع لقطة مهمة للأستاذة الفرنسية المقيمة في بوردو. اللقطة ديت بتثبت بعض الحاجات، بس تركزوا فيها كويس جدا، نركز فيها كويس جدا. عرضت على رضا، قلت له يا رضا طب ما نجيب الولاد على فرنسا.
هاتهم انا اربيهم، على الاقل اخد فيهم ثواب ويحسوا ان جنبهم ام، وانا بطبعي حنينه والله احبهم زي والدتك ومش هقول اكتر زي والدتك يعني وزياده والله. فهو قال لي لا انا عايزه اربي عيالي في المجتمع الفرنسي، انا عايزهم يتربوا على الاذان والدين وحفظ القران وفي مصر وبين اهاليهم، البنات مش ممكن. فانا عشان اربط رضا بيا قلت له طب هات الولد، على الاقل قلت يبقى الولد معانا يصبر رضا شويه على الغربه. فقال لي خلاص هنجيب محمد، وكنا مستعدين ان احنا نجيب محمد. بعد كده الولد لما بدا يكبر شويه واحنا عايزين نجيبه، الولد غير رايه، قال لا انا عايز اقعد جنب اخواتي البنات وما اقدرش استغنى عنهم، والله العظيم ده كلام قاله ابنه. فانا خفت اجيب الولد غصب عنه. لما قلت لوالدته عايزه اجيب الولاد قالت لي انت كده عايزه تموتيني، انت كده عايزه تموتيني، انت كده عايزه تاخدي روحي مني. فانا طبعا احترمت شعور والدته، يعني مش عايزه اذي الناس يعني. فانا كنت عايزه اعمل اي حاجه عشان اريح جوزي واجيب ولاد اربيهم هنا احسن تربيه، هنا كمان في مساجد وولادي متربيين في فرنسا متربيين احسن تربيه. يعني الموضوع البيئه اللي بيتربى فيها الولد من الاب والام مش المجتمع اللي هيعيش فيه، يعني البيئه اللي في البيت اول شيء، وبعد كده لو اتربى كويس اسس كويس لو خرج في المجتمع وشاف اي حاجه هيبقى ضد. زينا كده اتربينا في بلدنا على مبادئ وقيم محتفظين بيها لحد دلوقتي رغم ان احنا اتغربنا. فكان قلت اجيبهم ونربيهم هنا في مساجد وكده، بس رضا ما رضاش، قال لي انا عايزه بناتي يتربوا في مصر مع سماع الاذان والقران، وده انا بحترمه فيه جدا، بس انا كنت عايزه اعمل حاجه علشان يبقى رضا نفسيا مرتاح باولاده حواليه. هو كان رافض ووالدته كانت رافضه، اخواته ما بيتدخلوش في حاجات زي دي بصراحه. الولد حبينا نجيبه، بعد ما الولد قال عايز اجي كان اصغر من كده، بدا لما يوعى يغير رايه، يقول انا مرتبط بسلمى وليلى وستي وما اقدرش ابدا اسيبهم، وحسينا ان احنا لو جبناه يبقى مكتئب نفسيا. فلما رجعنا لقيت رضا عايز يمشي وزعلت وطلعت اتنفست وقلت له طلقني وانت لسه جاي، وكنت متضايقه بصراحه، يعني قلت مش معقوله لسه جاي وما عداش شهر وعايز يمشي. كان قال لي انا عايز امشي بحجه ان انا كان عندي يعني كان عندي مشكله ماديه، على اسالي عايز اروح يعني استلف عشان احل لك مشكلتي، بس انا متاكده ان ما كانش ده هدف رضا الاساسي انه يروح يجيب لي فلوس او يدبر لي فلوس عشان يحل مشكلتي. فاتنرفزت واتضايقت معاه ودمي اتحرق وقلت له انت لسه جاي وعايز تمشي وكده. المهم راح بعد كده رضا وقعد شهرين، وبعد كده رجع، وحسيت انه كل ما بيرجع عايز يروح، يعني اول ما بيرجع ما فيش اسبوع بحس انه عايز يقطع تذكره ويرجع، حاسس انه نفسيا مش مرتاح، نفسيا عقله وفكره وقلبه مش معايا، وانا عايزه اريحه باي شكل. بس ما كنتش يعني اول سنتين كانوا ماشيين حلو قوي عادي، يعني بيسال وبتاع، بس مجرد ما راح شاف ولاده مجرد ما راح شاف ولاده وضمهم وقعد معاهم 3 شهور بقى حسيت انه بقى صعب يعني يبعد عنهم، وده شيء ما اقدرش الوم رضا عليه ولا حد يقدر يلومه عليه يقول له انت اناني وكده وانت سبت مراتك. لا هي مش انانيه، بالعكس هو كان متفق يكمل معايا ويروح لهم زياره، بس يا جماعه الضنا غالي، انا مراعيه ظروفه، انا مراعيه ظروف جوزي، انا كمان ولادي غاليين عليا، يعني حملت ولدت فيهم، يعني حسيت بنبضات قلبهم جوه بطني، يعني صعب الضنا غالي. فرضا مجرد ما ضم ولاده بعد سنين غربه طويله دامت 6 سنين رجع لهم بحب وضمهم وعاش معاهم، اكل شرب، ضمهم بقى ينام في حضن محمد، ولاده يجوا معانا ياكلوا يشربوا، بقت حياه تانيه بالنسبه لهم يقعد وسط ولاده. فانا ما بلموش، مش هقدر اقول ان هو غير رايه او تخلى عن رايه اللي وعدني بيه، مش هقدر اقول انه تخلى، بس اقدر اقول ان الامور اختلفت والعيال كبرت، وكل ما بتكبر البنات تبقى محتاجه اب جنبها. والله يا باشا ولا ليك عليا حلفان، انا عارفه اللي جواك دلوقتي، نفسك تتف، نفسك تتحرك من مكانك كده وتضربها بنيه في وشها، ولا تضايق نفسك علينا احنا كل الكلام ده. سيبك خالص من كل اللي فات، اللي جاي سويت اللي جاي سويت. طيب ندخل بقى ونتكلم على الجزء اللي انتوا سمعتوه دوت. شفتوها وهي بتعترف كذا اعتراف في المشهد دوت. ايه هي الاعترافات يا فندم؟ الاعترافات يا فندم عبارة عن انها كانت بتمر بضائقة مالية، طبعا هي بتكذب عليه، بتمر بضائقة مالية وهو نازل عشان يستلف لها. منين بيودي على فين؟ بمعنى ان هي قالت ان انا كنت بديلهم فلوس كتير، هو وعيلته واخواته ومامته واولاده. واخدين لي بالكم؟ وفي ذات نفس الوقت ازاي هي كانت بتقول له ان انا دايما مش معايا، وهو عايز يقف جنبها ويستلف لها، يبقى هو كمان ما كانش معاه. ايه ده بقى؟ ايه الكلام اللي عكس بعضه ده؟ ده يا جماعة دليل على حاجة واحدة بس. زي ما قلنا الست دي دايما متسولة وشحاتة وما بتطلعش مليم من جيبها، من الاخر كده. والراجل دوت كان بيعتبر القناة وفلوس القناة هي مصدر رزقه لانها قعدته من شغله.
بلسانها مش بلسان اي حد تاني. هي قالت ايوه انا قلت يشتغل على قناته وما يخرجش بره البيت، عشان هي بتبقى عايزاه يلزق جنبها من كتر غيرتها عليه، مش عايزاه يتحرك ولا يروح في اي حته سنتي واحد سنتي واحد، لكنها تشغل بناتها، تمرمطهم، تبهدلهم، توديهم مسافات طويله يتعبوا في الليل وهم رايحين وهم جايين، لكن حبيبها يصعب عليها انه يشتغل لانها كانت بتعشقه عشق وما كانتش عايزاه يبقى بعيد عنها لمجرد ثواني، لمجرد ثواني، فكانت عايزه توفر له كل حاجه بس مش من مالها، بشغله برضك في قناته. يعني تمام، خد فلوس قناتك، خد فلوس الدعم اللي هتجيلنا من الداعمين والهدايا اللي هتجيلنا وبس. هي كانت بتدفع حاجه من جيبها؟ ما كانتش بتدفع حاجه من جيبها، من الاخر كده. طيب الست دي ليها قصه مع ابن عمتها، قصتها مع ابن عمتها ومن لسانها ومن جوه قناتها بتقول ان انا كمان كنت بعشق ابن عمتي، وما كانش يعني في يوم كده يعدي غير لما كانوا بيكلموا بعض، والراجل جه في الاخر من طبعها اللي زي الزفت اللي طبعا اكيد اكتشفوا، قال لك يا فكيك، راح قال لها ايه، انا مش هينفع اكمل معاكي يا فندم، معذرة يا فندم، اصل انا فجأة كده كنت بعمل تحاليل واكتشفت ان عندي مرض خطير ومش هينفع. يعني بيضحي يا جماعه من الاخر كده، ضحيت هنايا فداك. ودي بقى دايما بتبقى القصه اللي لما واحد يجي يخلع من واحده فبيقول لها الكوبليه دوت، هو كوبليه قديم مش مشكله، بس اصلا ما كانش داخل عليها قوي، كانت حاسه انه بيألف عشان يهرب من جوازته منها. يعني انت طول عمرك الناس بتهرب منك، اذا المشكله عندك. طب انت وانت بتحكي بقى انك لما نزلتي مصر وقعدتي مع اخواتك، لانك كده كده كنت حاجزه تذاكر الطيران على اساس ان الاستاذ كان هيجيلك من امريكا وكنتوا هتتجوزوا في مصر مع العيله بقى وكاتب كتاب والحاجات ديت، فخلاص ما لغتش تذكره السفر وراحت نزلت. كانت بتقول ان انا طول الفتره اللي قعدت فيها مع اخواتي كنت مكتئبه ونفسيتي تعبانه وكنت رافضه الاكل واهلي كانوا حزنانين عليا حزن الحزن. يعني انت طول عمرك اي واحد يدخل حياتك تعملي عليه الافلام ديت، ودايما مش عارفه ايه المشاعر الاوفر دي يا فندم، ايه المشاعر الاوفر دي؟ كل ما حد تحبيه في السن المهبب بتاعك دوت دايما يبعد عنك ودايما تنهاري ودايما لا ومش قادره تبعدي عنه. ايه يا ست، ما تعملي لنفسك قيمه وكرامه. ايه القرف ده؟ احنا ما شفناش الحاجات ديت غير على اليوتيوب يا جماعه، والله العظيم في بلدنا ستات محترمه، ستات محترمه جوازتهم بيموتوا اقسم بالله ما بيتجوزوا وعايشين عشان خاطر عيالهم وبس، مفيش الكلام الفاضي ده. وفي ذات نفس الوقت ولا هو حرام ولا هو عيب لو اي واحده ست اتجوزت بعد وفاه جوزها او بعد طلاقها او بعد عيالها ما كبروا، كل ده عادي مفيش مشكله بالنسبه لنا، تمام، ربنا حلله. لكن اللي احنا بنشوفه من السيدة دي انها ما عندهاش حياء وهي بتحكي ازاي كانت متلهفة جدا على واحد او راجل قدام الناس كده. يعني انتي بتصدري للمجتمع يا فندم حتة تلهف المرأة على الزواج بطريقة مش لطيفة، بطريقة تقلل من شأن اي سيدة. يعني لو كل الستات انتهجوا منهجك فهيبقى ما عندناش حد عنده حياء، والحياء ايه؟ شعبة من شعب الايمان. يعني حضرتك وبكل بساطة ما عندكيش اصلا ايمان، دي حاجة بسيطة كده. زائد بقى لما بتيجي تقولي وتتكلمي عن بعض الشخصيات اللي خرجت من حياتك وما بقتش تدافع عنك وبعدوا عنك عشان لقوكي سيئة طبعا، فبالتالي بتروحي قايلة ايه بقى؟ ايه؟ ما كانوش مؤمنين بيا. يعني منتهى قلة الأدب في نطقك للجملة، لأنك ببساطة يا فندم العظمة لما خدتك وتكبرتي على خلق الله فحطيتي نفسك بالتساوي مع الأنبياء ومع مين؟ ومع ربنا سبحانه وتعالى، وانت طبعا مجرد حاجة ملكيش أي 60 لازمة. هتقولي طب لما في بعض الناس بقى لما هي ملهاش 60 لازمة يا أخوخة بتجيبي سيرتها ليه؟ غلاسة، تلامة، هو كده بجيب سيرتها يا فندم بمنتهى البساطة عشان حاجة واحدة بس، لأن حضرتها بتحاول تصدر للستات وللرجالة ذات نفسهم بأن المجتمع المصري يعني بسم الله ما شاء الله والعربي منحل. لما هي بتطلع وتعلمكم حاجات غلط سواء في الدين أو في الأخلاق يبقى هي بتصدر إيه يا فندم؟ حضرتك هي بتصدر ايه يا فندم؟ ولما حضرتك بتدافع عنها يا فندم بتطلعي تبرري لها تقولي ايه للناس يا فندم؟ تقولي ايه؟ واحده النهارده بتتكلم على التيشيرت بتقول ايه؟ هطلع تاني وتالت ورابع. يعني بتقول لكم بمنتهى البساطه ان هي كانت قاصده من اول مره، من اول مره،
واضربوا دماغكم في الحيط. ولما طلعت اعتذرت ده بس علشان اللي حواليها اتحايلوا عليها. انتوا واخدين بالكم؟ وطبعا هي ساعتها مثلت وراحت قالت لهم ايه؟ لا انا ما كنتش اعرف. والله دي عارفه الكفت من الاخر كده. عارفين ما اعرفش يعني ايه كفت، بس هما بيقولوا كده يعني الحاجه اللي يعني ما حدش يعرفها في الدنيا هي بقى عارفاها. دي عارفه كل حاجه. فطبعا استعبطت حتى على اهلها. اللي لا ما كنتش اعرف. لا دي مش بريئه خالص. مين دي بتمثل البراءه. دي تعمل فيديو زباله زي وشها وتيجي بالليل تعمل حاجه تانية ان هي ست ايمان الدنيا فيها. يعني مش ممكن. متناقضه الشخصيه. لا مش متناقضه الشخصيه، هي مش كده. هي فاهمه هي بتعمل ايه، لانها عندها مهمه بتنفذها وعندها اتباع بيساعدوها على تنفيذ المهمه. لان مستحيل، وهفضل اقول مستحيل يكون في حد شايف الغلط اللي بيحصل منها ده بعينيه ويكون بيدافع عنها. ازاي يعني؟ ازاي؟ وسالتوني كتير، وانتي يا خوخه لو ما كانتش هي طلعت بشخصيتها الزباله دي ووضحت لكم هي ايه وطلعت فيكم وعملت اللي عملته معاكم، كنت هتفضلي معاها اكيد في اللحظات بتاعت التيشيرت. نكتب بقى واكتبوا ورايا لحظات التيشيرت، اللحظات بتاعت قله ادبها على اختها، اكتبوا ورايا وسجل يا تاريخ. واللحظات اللي هي شرشحت فيها بعد كده في اكتر من موقف وطلعت بيئتها القذرة، كل ده والرقص كله. طب يا جماعة هو انتوا لاحظتوا ان الست ديت ما عندهاش حتى مشاعر بالاموات؟ يعني من الاخر كده بتفرح في اي موت لحد. صدقوا تأمنوا بالله حتى ميسيو جانو. اقول لكم على حاجة، انتوا عارفين هي لما رقصت بعد موت ميسيو جانو هي كانت بترقص ليه؟ لانها اخيرا الى حد كبير تخلصت من هذا الرجل اللي كان عامل لها اتب في ظهرها. فاهمين يعني ايه اتب في ظهرها؟ يعني هي كل يوم ممرمطه نفسها ورايحه جايه، في حين بقى ان مصلحتها خلصت. بمعنى ان انا اقدر اشغل قناتي ديت، هي حطت في دماغها كده عادي بقى انا مشغلاها على الاكل. لاحظوا ان في الفترات الاخيره كانت كل قناتها اكل، قليل كان ميسيو جانو. تمام؟ فابتدت تفهم ان الاكل مشغل القناه، والناس اصلا يعني فعلا بيتفرجوا عليها بيحبوا القرف. فاوريدي هي فرحانه بالقرف اللي هي بتقدمه. تمام يا جماعه؟ تمام. نقطه تانية، ابتدى ما يجيلهاش دعم على حس ميسيو جانو. يعني هي ما بقتش مستفيده من الراجل دوت. ليه؟ نظرا ان قنوات النقد ابتدوا يفتحوا عيون الناس، ما تدوش للست ديت، الست دي بتاخد الفلوس في جيبها، الست ديت ما بتديش للراجل ده حاجه، الست دي بتسرح بيكم، الست دي كدابه. فابتدوا الناس يفهموا، ونظرا طبعا لتصرفاتها القذرة مع كل الداعمين اللي دعموها وطلعت فضحتهم او اتكلمت عليهم في الخاص، لانها ست اصلا ما بتدينش لحد بحاجه. من الاخر كده واطيه. يلا هي كده يعني، احنا بنحب نجيب الالفاظ ونحطها ونكلكعها في وش اللي قدامنا. ايوه واطيه يا فندم، لان الواطي هو اللي يتصرف التصرفات دي. لكن البني ادم المحترم بيبقى اصيل، بيبقى عنده اصل. لكن من الواضح ان انت طول عمرك ولا عندك اصل ولا عندك فصل وجعانه. وزودوا يا جماعه ومدوا معايا جعانه، غنوها كمان. تمام؟ الجعان هو اللي كده، هو يوم لما ياخد مصلحته يقعد يتكلم على اللي خد منه المصلحه في ظهره. عشان كده انا مش مستغربه. قريب واكتبوا وسجلوا ورايا الجمل دي، الأستاذة اللي بتدعمها الفترة دي لو ما اتفضحتش فضيحة كبيرة على يدها ما بقاش أنا خوخة. خلاص؟ دي أنا شفت وطيانها بعناية ما حدش قال لي. خلصت الليلة ودستوركم يا اللي معانا. نيجي بقى تاني لميسيو جانو. هي فرحت في موته. ما تتخيلوش بقى اللقطة الفظيعة اللي كانت بتسجلها. على فكرة ركزوا معايا، موضوع الجاسوسة ده هي مظبطاه مع البت اللي هي اسمها ايه؟ ام آية. هو انت فين يا ام آية؟ اختفيتي ليه؟ خدتي القرشين منها وخلاص باي باي؟ مظبطاه مع ام آية. ليه بقى يا جماعة؟ عشان ام آية ديت كانت بتروح مسجد بيسيك، خلاص، ومن رواد المسجد، بمعنى ادق تسكن في هذه المنطقة، يعني قريبة جدا من سكن الأستاذة. أكيد أم آية كانت دايما تقول إيه؟ إن أنا مريضة وبدخل المستشفيات وربنا اللي يعلم، وأنا خارجة من المستشفى وأنا طالعة من المستشفى وكان معاها تقارير طبية بحالتها الصحية.
اكيد يعني في المدينه في حد اتكلم عن القصه ديت. الست دي دخلت لها بالحنجل والمنجل، مش كانت بتقول لكم انا ساعات بساعد ناس بالحنجل والمنجل واساعدك ما تقفي جنبي يا ام ايه؟ فكانت من ضمن الناس اللي كانت هتساعدها في قصه مسيو جانو. بدخلتها في ايه بقى؟ انا مضطهده يا ام ايه، انا ناس كتير بيقولوا ان مسيو جانو دوت ما اسلمش. فدخلت مع ام ايه بالتعاطف مع عاطف، ومن ناحيه تانية يعني نديلها قرشين مش مشكله، بس يا ام ايه مطلوب منك خدمه. هتخشي على قناه من القنوات وهتبتدي تقولي لها هجيب لك كل المعلومات، لان مفيش حد في الدنيا يعمل اللي عملته ام ايه، بمعنى اروح لك عند المستشفى وتدي معلومات مغلوطه الا اذا كانت في اتفاق ما بينها وما بين الاستاذه. وده كانت اول حاجه الواحد كان ينتبه لها، بس بعد القصه للاسف ما خلصت. الست كانت بتقول معلومات كتير غلط، كانت بتروح عند بيت مسيو جانو وتدي معلومات غلط. ومعروف ان المغاربه بيتقنوا اللغه الفرنسيه جدا جدا، معروفه، جزائر، مغاربه، توانسه، عندهم اللغه الفرنسيه دي اول لغه عندهم. فطبيعي جدا ازاي واحده تتقن اللغه الفرنسيه وتدي معلومه غلط على اليافط اللي مكتوبه على باب مسيو جانو، وكانت بتقراها بالغلط للقناه بتاع دودو اللي طلعت معاها. اذا هي طبعا كانت بتكذب على دودو، ودودو ما خدتش بالها ممكن من الحاجات ديت، لان في الوقت دوت كان عندها ثقه في ام ايه، وطبيعي عارفه انها تتقن اللغه الفرنسيه فما كدبتهاش، كانت مصدقاه. ما هي الست برضك دخلت بالحنجل والمنجل عليها، مش كده ولا ايه؟ هو ده اللي حصل. طيب هدف ام ايه من الليله دي كلها كان ايه؟ ان ام ايه تعمل البث المباشر ويطلع لكم من واحدة تانية ان مسيو جانو اتدفن بالطريقة الاسلامية في مقابر مسلمين. بس كده، ده الهدف. يعني هي كانت عايزة توصل للبروباجندا، ما كانش هممها بقى ولا ترند ولا بتاع ولا بتنجان، ما كانش هممها الكلام ده كله، لان بالنسبة لها ده هيشغلها برضك فعادي. فهي ضحكت على الجميع، ضحكت على الجميع من الاخر كده، بدليل مقابلتها لام ايه وعدم خوفها من ام ايه. وكمان كانت مظبطه مع ام ايه ان اليوم اللي هيتقابلوا فيه ويقعدوا فيه في تظبيط ان في واحد هيجي اللي هو صاحب البيت. قال كده بثبت من ناحيه تانية ملكيتي للبيت، لان صاحب البيت قال جه بالصدفه، قال كل ده صدفه. سبحان الله سبحان الله. المحبه الاوفر لام ايه ما كانتش محبه لحظه، دي محبه وقت طويل قوي، ده محبة سنين، دي محبة شهرين 3 مش أقل من كده، مش كده ولا إيه؟ بس هو ده اللي حصل من أم ايه. نيجي بقى للأستاذة وهي قاعدة بقى على التربة ورسمنا التت على النت كله. مسيو جانو ماسكة التراب، مسيو جانو انتوا شفتوش مش هو وبيقرب بقى من اليافطة؟ مسيو جانو انا اللي عاملة لك اليافطة دي يا مسيو جانو. ايوه دي يافطتي، ده انا كلفت وصرفت. والله يا مسيو جانو الله يرحمك الحمد لله خلصت منه. عارفين ان هي بعد ما سجلت اللقطه ديت هتروح واقفه؟ الحمد لله خلصت اللقطه زي الفل. طبعا انا عايزه اقول لك على حاجه، بنتك وهي بتصورك ولحظات ما قبل وما بعد ما بتقولكيش برافو يا ماما الاداء دوت كان رهيب؟ الاداء فظيع، برافو، اداء مبهر اداء يجنن. بنتك انا ما قالتلكيش الكلام ده يا ماما انت ايه ده، انت في التمثيل عبقريه؟ طبعا انت بتقولي لبناتك احنا هنمثل، امال انت رايحه فين؟ امال هي هتصورك ازاي؟ وانت واخداها اليوم ده عشان ايه؟ عشان تصورك يا فندم انت واخداها ليه؟ المهم يا عيني الراجل سبحان الله، الراجل صدقها. عليك يا مسيو جانو، كنت مصدق النصابه اللي بتضحك عليك وتستغلك. ايوه نصابه، ايوه يا جماعه نصابه، والله العظيم نصابه. المهم خلصنا من قصة مسيو جانو وقصة التمثيل الرهيب. أنا كان كل غرضي في اللقطة اللي أنا بحكيها لكم ديت إن هي بتشمت في الموت، فرحانة إن مسيو جانو مات، فراحت عملت لكم بقى الرقصة اللولبية اللي خسرت فيها أصحابها المقربين. المهم الرقصة تنجح. صحابي اتصل بأصحابي، أنا طول عمري ليا أصحاب، أنا طول عمري واحدة منبوذة بصاحب الناس وأتكلم عليهم، إن كان لسه فاضل لها اصحاب هم لسه يا عيني مش مكتشفين، هي لسه ضحك عليهم من الاخر. مش مشكله، مساله وقت، بعد كده كله هيكتشف وكله هيجي ويقول كان عندك حق يا خوخه. بس يوم لما تقولي وتقولوا لي كان عندك حق يا خوخه هتاخدوا كلمتين يوجعوكوا. تمام يا فندم عشان انتوا اتبليتوا وانتوا عارفين انكم اتبليتوا، فساعتها حقي وحق حقي اديكم الكلمتين اللي يوجعوكوا. مش كده ولا ايه؟ مش مشيتوا وراها؟
يبقى تاخدوا اللي فيه النصيب، هو كده. طيب نرجع بقى تاني لموضوع الشماتة في الموت، الفرح في الموت. الست دي بتفرح في كل الناس اللي بتموت، ده على اساس ان هي مش هتموت، ده على اساس ان هي مش هتموت. يعني انا واثقه انها فرحت في مين؟ في مين؟ طبعا فرحت في موت عم عادل، فرحت في موت جوز دودو. هاتولي بقى حد ما ماتش على اليوتيوب ما فرحتش. بتبين فرحتها دي من قله ادبها، طلعت تعمل اداء تمثيل على موت الراجل. المشهد اللي هي عملته والتريقه اللي هي عملتها دي ما تعملهاش غير ست وقحه وقحة السنين، قسما بجلاله الله وقحه جدا جدا جدا، وبتشمت في موت اي حد ومرض اي حد. والله العظيم في القذاره دي انا ما شفت، في القذاره دي انا ما شفت. برضك طلعت انتوا فاكرين بقى فليب مات، جوز صاحبتي مات، يكشي نسمع بقى عنك الخبر ده. صدقيني يا مدام، قصاد شمتك في موت خلق الله وضحكك على خلق الله دول كلهم، ان اليوم بتاعك لما هيجي العالم كله هيشمت فيكي، وده وعد. وانت في تربتك كده بيسمعي شماتة الناس فيكي، لانك انت ما سبتيش حد غير لما شمتي في مرضه وفي موته. فربنا بقى كفيل بيكي يوريكي بنفسك وانت في تربتك. انا مش عارفه بقى هتشوفي ولا مش هتشوفي، عندك ما شفتي، المهم هيجيلك الاحساس بقى باذن الله، او هيوري عيالك بقى، هيوري عيالك ان اللي امهم عملته في الدنيا شوفوا قد ايه العالم كله الغارت. اليوم ده هيجي يا مدام، الناس كتير هتقول عليكي غورتي. انت عارفه يعني ايه غورتي؟ انا عن نفسي عمري ما شمت ولا في مرض ولا في موت، لكن انت ربنا هيجعل لك ناس هتقول عليكي غورت. انا واثقه من كده، هي كده، احسبها صح تلاقيها صح. اللي بيعمل حاجه ربنا هيديها له. لو كنت انسانه صالحه مستحيل يكون ربنا كره فيكي خلق الله دول كلهم. ناس كتير بتكرهك، انت عايشه بالكره. شويه المتابعين اللي ممكن يبقوا جداد وانت متعمده او يعني معتمده على الحته دي، اللي هو ايه، المتابع اللي يجي جديد يا جماعه ما بيكونش شاف، ما بيكونش عرف، ما بيكونش قرا، فبيتعاطف ويفتكرها ست كويسه ومحترمه. بعد فتره زمنيه سنه سنه ونص بالكتير طبعا بتكون هي خدت مصلحتها منه بالمشاهدات، بالتعاطف الرهيب. هو يا عيني غلبان. في بعض الشخصيات انا بقول لكم ناس غلبانه بتتابعها لمجرد هم بيشوفوا واحده بتقدم لهم وصفه يعني اكله مش عارف ايه، اي زفت قطران على دماغها كده، يعني مش اكتر من كده. المهم نرجع بقى تاني لرساله الاستاذ رضا والكلام اللي هي قالته في اعترافاتها الخطيره. خدتولي بالكم لما بتتكلم ان هي بطبيعتها حنينه؟ يا حنينه، يا حنينه، ده الدمعه كانت تتفري من العين يا بنت وانت بتقولي انا بطبعي حنينه. ياما مال الغباء اللي احنا بنشوفه في خلقتك ده اسمه ايه؟ حنينه مين؟ عيني في عينك كده، انت حنينه؟ عن انهي حنيه تتحدثين؟ اقول لك انا بأمارة ايه؟ اطلعوا عليها، انا بقول لكم اهو، وهديكم كل الحاجات اللي عندي عشان تطلعوا عليها وتفضحوها. اختك يا حنينه، يا حنينه. انت عارفه ولاد رضا لو كانوا عاشوا معاكي كنت هتعملي فيهم ايه؟ كان زمانك دلوقتي بتتكلمي عن سمعتهم وهتطلعي عليهم سمعه، وكنت هتقولي دول كانوا موجودين هنا وبيعملوا وكله تبلي. من رحمة ربنا ان رضا ما جابش بناته، من رحمة ربنا. عارفة ليه؟ علشان واحدة زي كانت هتشهر ببناته، والدليل اذا كان معاشوش معاكي يا قذرة وسمحتي لقناة بتدخل عندك انهم يعملوا لهم صور يا اقذر من القذارة. ترحيبك بالقناة يعني موافقة منك على الصور اللي اتعملت، على الصور اللي اتعملت. يبقى من حب ربنا في رضا انه خلاه يشوف بعض الحاجات في بيتك وفي شخصيتك وفي بيئتك خوفته ان بناته في يوم من الايام يدخلوا المجتمع ده. بتتكلموا وبتقولي ما احنا تقريبا اتربينا وعندنا مبادئ والحمد لله، اللي هو المجتمع الغربي ما غيرش مننا. ما غيرش من مين يا شابه؟ اسمع الجمله من تاني يا حاجه. ما غيرش مين؟ من الوقاحه اللي احنا شايفينها على قناتك دي ايه؟ ما الايحاءات اللي احنا بنشوفها دي ايه؟ ما غيرش من مين؟ يا جماعه حد يجي يشيل الغمامه من على عيني. يمكن انا نظري ضعيف،
يمكن ودني معلش يعني خلاص اترشت، ما بقتش تسمع. ايه في ايه؟ انت هترسمي علينا يعني الدور بان يعني بسم الله ما شاء الله انت مؤدبه؟ لا معلش، اركني لي الادب ده على جنب، اركني لي الادب ده على جنب. بصوا بقى، علشان بعض القنوات القذره هيقعدوا يقولوا ايه، دي بتسب عرضها، دي بتقول عليها. انا بقول انها مش محترمه وقليله الادب في الفاظها وتصرفاتها في القناه. ايوه، وهعيدها تاني، مش محترمه وست ما شافتش تربيه وقليله الادب واخلاقها منعدمه من التصرفات اللي بتتصرفها في القناه. انتوا بالنسبه لكم اللي هي بتعمله دوت ادب واخلاق، يبقى انتوا زيها مش محترمين. بس شكرا. كلام زياده وعك وقله ادب عشان توصلوا للناس اي كلام فاضي بان اللي بتعمله دوت صح، يبقى انتوا سفله، يبقى انتوا سفله. الرأس الخليع ده بيدل على عدم احترامها، تعمدها في اظهار جزء من جسمها عشان الرجاله اللي على اليوتيوب ياخدوا لها اللقطات ويتكلموا عليها ويشتموها ويهزقوها ويهينوها، ومش مشكله سمعتها. يبقى ست مش محترمه واخلاقها في الطين، وحطت راس اخواتها في الطين. بالاخر مش لازم يكون الفعل يا جماعه مشين في الدماغ اللي انتوا بتوصلوا لها. معلش يا مؤاخذه يا اختي يلي بتبرر لها تصرفاتها، هو يعني عندكم محدش لمسكوا بالتربيه؟ محدش عرفكم الحلال من الحرام؟ طب طلعين علينا بس راسمين دور التت والادب ليه؟ مش لما تتربوا الاول تبقوا تيجوا تتكلموا معانا؟ لما انتوا اخلاقكم بايظه ما تجوش بقى لينا احنا وترسموا علينا التت. صلحوا من نفسكم يا جماعه وما تجوش تتكلموا على اللي احسن منكم. بس ده اللي انا اعرفه، يعني اللي انا اعرفه ان انا بصدر في قناتي اخلاق، بوري للناس تربيتي من خلال ايه؟ من خلال كلماتي وتصرفاتي. حتى لو حد طلع عليا وشتمني ما بردش عليه، ما بشوفهوش، ما بسمعهوش. ليه؟ علشان ما ينفعش انزل من نفسي ومن اخلاقي. لكن انتوا ناس عدماء الادب. ليه بقى؟ لان انتوا ضحكتوا على خلق الله، طلعتوا عليهم رسمت لهم صوره ان انتوا في الاول محترمين، لكنكم اظهرتوا بعد كده عدم الاحترام. يبقى شكرا، مش عايزه كلام تاني والله، والله ما عايزه كلام. ده انا بقول لحن كده. لو انتوا عايزين يعني حد يربيكم مفيش عندي مشكله خالص، كورسات، بس كل حاجه بفلوس بقى، يعني مش هيبقى مجاني بصراحه، لان ده هيبقى مجهود ومجهود كبير قوي، صعب جدا يعني علشان اعلمكم يعني ايه تربيه ويعني ايه اخلاق ويعني ايه دين، فهاخد من وقت كتير. فعشان كده كل حاجه بثمنها يا فندم، احجزوا. ها تمام. يلا نرجع تاني للمبادئ. المبادئ، ما هو انا عايشه في المجتمع الاوروبي لكننا محتفظين بمبادئ وطننا ومبادئ اخلاقنا، المبادئ اللي اتربينا علينا واهالينا ربونا. مين يا اختي؟ سمعيني تاني كده. اهالينا ربونا على مبادئ. طب وانا مش شايفه ايتها مبادئ ولا تربيه. اذا كان الراجل دوت اللي لبسك الحجاب اصلا يا مدام، يعني انت كنت ست عندك 45 سنه تقريبا ولا 45 47 سنه لما جيتي اتجوزتي رضا، او 48، وبرغم كده ما فكرتيش تلبسي الحجاب في سنك ده 48 سنه ومش بتفكري خالص خالص. بدليل حضرتك ده لو انت كان معاكي فلوس اصلا، بما ان كان في فلوس وكنت بتأجري بيت، ما فكرتيش ليه تعملي عمره؟ يا متدينه يا اللي عارفه ربنا، يا متدينه يا اللي عارفه ربنا، ما فكرتيش ليه؟ مش كان ربنا مديكي ولا ايه؟ ليه ما فكرتيش؟ صغننه مش عارفه يعني ايه ان انا ممكن طالما الظروف معايا زي الفل ان انا اعمل عمره؟ ولا فكرتي في البيوت بس؟ نيجي بقى للبيوت. بس قبل ما نروح للبيوت نختم بقى بشكر كبير للاستاذ رضا اللي منورنا النهارده. ايوه، وللاستاذه الملكه الجميله اللي منورانا النهارده. ويا رب اكون وفيت وكفيت، يا رب اكون وفيت وكفيت. ما تنطقش يا استاذ رضا وما تردش على الاشكال ديت، ويا ريت كما انت. ولو عايز تطلع في قناتك من خلال قناتي بقول لحضرتك اطلع، بس ما تعبرش حد، ما تعبرش حد، ما تنزلش مستواك للمستوى ده، لانهم كده كده بيحاولوا كل يوم يستفزوك بكل الطرق، سواء على سيرة والدتك او على سيرة اي حد من اهلك علشان حضرتك تطلع. فما تنولهمش اللي هم عايزينه. برافو عليك انك فعلا ما جبتش ولادك للمجتمع الفاسد دوت، لان اكيد شفت انعدام في المبادئ وفي الاخلاق، ولذلك خفت على بناتك وحتى على ابنك ذات نفسه. تحية كبيرة لحضرتك، تحية كبيرة للراجل الشرقي اللي فعلا
لسه عنده حتة الفضيلة والأخلاق، وخاف على اللي منه إن هم في يوم من الأيام يتغيروا ويكونوا زي الأستاذة، تحية كبيرة بقى قوي لغبائك، غبائك في المقطع ده، لأن في المقطع ده دليل قوي على إن الراجل دوت كان بيصلي وكان عارف ربنا، وما كانش عايز يخلي ولاده يبعدوا عن قراية القرآن وعن دينهم وعن أخلاقهم، فخاف عليهم. تحية كبيرة قوي لغبائك، لأن في المقطع ده أثبتي حاجات كتير قوي، من ضمنها إيه يا شابة؟ من ضمنها إن رضا كان دايما ملهوف على إنه ينزل مصر علشان مش عايز يبعد عن عياله، من ضمنها إن رضا في وقت من الأوقات كرهك وما كانش طايقك وعايز يبعد عنك، من ضمنها إن رضا رفض بقى النعمة زي ما انت ما عايزة تقولي، رفض فلوسك وسابلك الجمل بما حمل، يعني ما كانش طماع فيكي. المقطع ده دليل كافي ان رضا ما كانش قبلك ولا طايقك في الفترات الأخيرة. جايز يكون في الأول حبك، لكن بعد كده بتصرفاتك اللي دايما لما الناس بتفهمك وتعرفك فطبيعي جدا يكرهوكي، فهو بشر وإنسان عادي جدا. لما اكتشف صفاتك الصعبة القذرة من كذب وحوارات وتأليف على خلق الله، عشان كده الراجل فهم ان انتي ما تنفعيش تكوني زوجة صالحة لشخصه، أفلام، حياتك كلها أفلام في أفلام، كل حياتك المكسب المالي وبس، تحت أي بند مش فارق معاكي. وهنا بقى ده اللي هنقوله في الفيديو الجديد. هقول هديكوا نبذة ونكمل في الفيديو الجديد. هنتكلم ازاي الأستاذة ضحكت على الناس علشان في يوم من الأيام يبقى عندها بيوت. أيوة ضحكت عليهم، هنجيب التفاصيل وايه الحاجات اللي خلتني اتأكد ان هي فعلا ضحكت على خلق الله عشان في يوم من الايام يبقى معاها فلوس وتشتري بيوت. ايوه يا فندم، دي الحقيقة، وبلسانك برضك او مش بلسانك، بتصرفاتك الجميلة في الفترات الاخيرة ثبتيلي انك انتي مستحيل في يوم من الايام تشتري بيت بفلوسك، لازم تكوني اشتريتيه بفلوس غيرك. مش كده ولا ايه؟ هي كده ولا ايه؟ وكفايه كده عليك النهارده. استنونا بفيديو جديد وقصه جديده من قصص اليوتيوب الغريبه العجيبه المريبه. كانت معكم اخبار اهرام يوتيوب، والسلام عليكم. معلش يا ابو محمد، النهارده انت ما اتكلمتش، ولا انت يا ملكه النهارده ما اتكلمتوش، لكن مش مهم ان انتوا تتكلموا، المهم ان براءتكم ظهرت، والمهم ان في ناس كتير فاقت وعرفت الحقيقة فين، ده المهم. فانا النهاردة سعيدة وفرحانة ان انتوا كنتوا ضيوفي، شرفتوني ونورتوني، والسلام عليكم. بينو أصلكوا بانوا والساهي يبطل سهيانه، ولا غنى ولا صيت دول جنس حويط، ولا غنى ولا صيت دول جنس حويط، والدم يبان من عينه بانوا أيوة بانوا على أصل
ناس يا مخدوعين، يا ناس يا مخدوعين، بضحكة في العينين حسبوا الوشوش وحوش بيبانوا طيبين، وياك بحسن نية تقول ده مية مية. تاريخ الإنسانية مليان حزن ومآسي، هتلاقي حاجات تشيب ونور لكن يغيب، ومهما شفته طيب جواه شرير وقاسي. حرام قلوب تعيش، حرام قلوب تعيش حياتها على ما فيش، تحب عيون تخون كدابة ما تساويش. وياك حسن نية تقول يا مية. تاريخ الإنسانية مليان جرح ومآسي، هتلاقي حاجات تشيب ونور لك يبين، ومهما شفته طيب جواه شرير وقاسي. وياك بحسن نية تقول مية مية. تاريخ الإنسانية مليان جرح ومآسي، هتلاقي حاجات تشيب ونور لك يغيب، ومهما شفته طيب جواه شرير وقاسي.